صباح الخير من قلب الخير. ايه رايكم بقى في الجو الجميل النهارده الصبح؟ اتاخرت بقى خالص النهارده على الروتين بتاعي، فقلت بقى ايه اول حاجه اعملها زي ما انتم متعودين ان انا قلت لكم الطيور والحيوانات ملهاش اي ذنب في اي حد يكون تعبان ولا اي حد يحصل له اي حاجه. فقلت اول حاجه بقى كده هنبتدي بقى اليوم النهارده هنأكل الغنم غنومتي، وبعد كده اروح للطيور بتاعتي. حطت لهم ميه واكل هياكلوا، وبعدين نتوجه الى ارض الوطن في الطيور بتاعتنا. بس انا حاسس على التحت. مستنياهم لما ياكلوا، مش ايه حطت لهم اكل مش راضيين يشربوا غير لما ياكلوا. يعني انا كنت ساعات باجي اشربهم ميه الاول واحط لهم خضار وحاجات من دي. طبعا ما فيش حاجه خضرة في الاراضي دلوقتي، فما بيرضوش ياكلوا اي حاجه غير لما الاول ياكلوا العلف ده عشان يشربوا بعدها، لكن الحاجه الخضرا عادي. نطلع من هنا بقى على الفراخ بتاعتي نبص عليهم كده. بصوا هو روتين النهارده خفيف لان انا بقى ايه فرشت ونفضت وكده، وما كملتلكمش اليوم امبارح بسبب ان انا ايه فضلت افرش ونفض وكده. يعني النهارده هيبقى اليوم خفيف ولطيف ان شاء الله كده مع بعض، ونتعلم برضو كل يوم حاجه جديده كده من الحاجات اللي احنا بنعملها. هنا بقى طلعت الفراخ تفك، وقسمت الجزء النص الفرخه ده 4، وحطيته في التسبيكه الجاهزه اللي كانت عندي اللي كنا عاملينها سوا في الفريزر مع بعض. الفراخ بتاخد تشويحه كده، وتيجي حاطه انت بقى التسبيكه بتاعتها وشويه ميه صغيرين والتوابل بتاعتك لحد ما تحس ان هي نص طياب، عشان البطاطس معايا كانت رقيقه فانا حطيتها في الاخر خالص عشان ما تتهريش معاك. كان صينيه بطاطس بصراحه كانت جميله خالص، عشان عاملين دستة رز في الفرن، دستتين من اللي هما الاحجام الصغيره دي، فهناخدها بقى تاخد معايا قعر ولا وش ولا اي حاجه، تاخد كده كده الفرن شغال يعني. انا كنت مسجله لكم الصوت طبعا، بس العيال بقى عملوا غلبه وكده. هنا بقى يا جماعه كنت بحضر الدسل بتاعه الرز بتاعتي، ال3 دسل دول. بصوا يا جماعه لو في حد ما بيعرفش خالص يعني خلاص الحكايه وقفت معاه، بيعرفش يعبر الرز، اللي هو تحط الرز على قد الكميه اللي فاضله من المكان اللي هتحط فيه اللبن، يعني يبقى اللبن قد الرز بالظبط. هاتي كوبايه لبن وهاتي كوبايه رز وحطهم 2 في برام واحد، هيطلعوا لك نص البرام تلتين البرام، بس هيطلع سواهم مظبوط. يعني هو مش هيبقى البرام كامل بس هيطلع سواهم مظبوط. ده لو انتي خالص ما بتعرفيش يعني ايه تعبري الرز، والحكايه خلاص يعني معاكي مش هتعرفي اكتر من كده. هات الرز خليه قد الميه وهم هيطلعوا معاكي مظبوطين بفضل الله ان شاء الله يعني. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنا جبت الرز وعبرتهم، ده كان على جنب كده. كنت لافه اللبن الرايب من بالليل بالفوطه عشان يصبح رايب ويبقى دافي، لو ما دفتوش مش هيروب منك يعني، هيفضل في الساعه دي هيفضل شويه عبال ما يروب. كنت لفاه كده عشان ايه اخد منه الوش بتاعه اعمل بيه رز، واللبن الرايب اعمل خرطتين 3 جبنه كده، ايه هيجوا 4 خرط ولا حاجه، هما فعلا يجوا 4 خرط. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اخدت الوش بتاعه حطيته في طبق، وكان عندي اللبن الحليب اخدت الوش بتاعه، بس المفروض ان انا كنت اخد وش لبن الحليب الاول عشان ما احطش ايديا في اللبن الرايب وارجع احط ايديا في اللبن الحليب وابوظه. لما عملت كده اضطريت ان انا اغسل ايديا واخد التاني بمعلقه عشان ما يروبش مني، عشان يفضل لحد اخر شويه في الكنكه لبن حليب. بفطر وبعمل منه بالليل، يعني بشرب منه بالليل، واللي بيتبقى بفطرهم منه الصبح. اللي عنده طفل رضيع عارف بقى ان هو ما يقدرش يستغنى عن اللبن خالص يعني. هنا خدت الوش بتاعي اللهم بارك، كانوا شويه وش حلوين، قلت هلفهم على اللي في الكنكه عشان اعمل قشطه، اعمل سمنه للرز، لان الرز طالما عملتيه بلبن بيبقى عاوز بقى يبقى طعمه فلاحي كده يعني ايه بالقشطه والحاجات من دي.
خدت الوش ده في طبق لوحده والوش ده في طبق لوحده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كنت عاوزه الوش دوت اعمل بيه سمنه مهدرجه كده ليا في البيت انا. وكنت عاوزه التاني احطه على وش اللبن، على وش الرز بعد ما يستوي. وبسم الله ما شاء الله، اللبن الحليب كان وشه اكتر من اللبن اللي كان رايب. بصوا وشه قد ايه، كانت الكميه كبيره خالص. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. والكميه كانت جميله، والرز بصراحه طلع مفلفل وحلو خالص. بصوا بقى، عشان انا اللبن القشطه ده معايا ما كانش عندي وقت ان انا الفه. لفيته كده نص لفه يا دوبك، كان لسه في الميه بتاعته اللي هي الشرش ده. فكنت حاطه عبار الرز اقل من يعني الميه بتاعته اقل من الميه المطلوبه. يعني لو انت عامله كوبايه رز، كوبايه رز حطي كوبايه الا ربع لبن، وسيبي ربع الكوبايه ده فاضي. عشان لما تحط اللبن اللي هو السمنه بتاعته بالقشطه بتاعتها دي، هيبقى ايه. عشان انا مستعجله القشطه ديت يا جماعه، حاولت الفها كتير كده ماشي، عشان هي ساقعه طالعه من التلاجة دي. وش اللبن هتاخد معايا وقت قبل ما تطلع لي سمنه. فالحل ايه، فالحل اللي احنا نسيب شويه في الرز، خلي الرز ما ياخدش كل الميه بتاعته، يعني يبقى محتاج سن. بدل ما تزوديه ميه في الاخر هتزوديه ايه، شويه القشطه الطريين دول، هيخلوا طعمه زي العسل، وفي نفس الوقت هيجيبوا السنه النيه اللي فيه اهو. ولو ستي حطيتيله القشطه ولقيتيه محتاج تاني بحطيله، بزوديله اللبن كتير والميه كتير هتزوديه. طبعا انا في الوقت ده عشان انا هعمل في البوتاجاز مش هعمل في الفرن، فانا هضطر اعمل ايه، هغلي اللبن. اهم حاجه يا جماعه ما تنسوش الملح، طبعا هما ايه صغيرين، فتبقوا عاملين حسابكم ان هما مش هياخدوا ملح كتير عشان ما يبقوش حادقين معاكم. طبعا اللبن بتاعي غلى، نحاول ان احنا ايه بسم الله الرحمن الرحيم ما نحطش لبن كتير عشان نعرف نشيلهم ونزود الباقي في الفرن. بسم الله ما شاء الله. اللي بيعمل في البوتاجاز لازم اهو هنكملهم في الفرن عشان ما يفوروش مني. بعد ما تحط الرز كده اهو بتزوديه بقى وهو في الفرن، عشان ايه، عشان ما يدقش منك. شايفين الشوك والمعالق دي مزوده، محطه بيهم مش قادره اقول معايا اسمها ايه، عادله لهم البرام عشان يبقى متساوي اهو. خلي بالكم ان هو لو ظبطوه حاجه ساقعه ممكن يفرقع، بعد الشر يا رب يسترها. هنحط الفراخ والاكل ده بقى نسيبهم لما ياخدوا راحتهم خالص. زي ما قلت لكم بقى يا جماعه، كنت سايبه سنه كده للرز عشان يطلع ني سنه عشان نعرف نحط له القشطه. الفراخ معايا استوت اهي وشفتها اشرب. شفت الفراخ لقيتها مستويه معايا كويس، شغلت بقى الشوايه. طبعا ايه انا وانا بعمل الرز ما بشغلش الشوايه، كده كده كنت هشغل الفرن للرز، فعملت البطاطس بالمره بعد ما غلت على البوتاجاز اكتر من مره. وهحط لها بقى القشطه بتاعتها. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بقى لقيت نفسي لسه عندي وقت، اللي هو كان الاكل لسه في البوتاجاز وانا خلصت الحوض وشطبت الغساله والكلام ده كله، فقعدت بقى لفتها لحد ما عملتها سمنه. كنت بقول لكم ما عنديش وقت، بس الحمد لله لقيت وقت. في شويه ميه كده بيطلعوا من اللبن زي الشرش كده، الرز بتاعي يحتاجهم فانا هحطهم اهو. طبعا يا جماعه ايه، هو كده كده عيالي اللي هياكلوه فمش هنستخسره، وانا مش يعني هروح اسلفه لحد، مش هنستخسر. اللي عندي هحطه، الكميه اللي عندي ده يعتبر وش 3 كيلو لبن. مش عارفه الكنكه دي بتاخد 3 او بتاخد 2، مش عارفه مش متاكده يعني. دي اكتر واحده معايا محتاجه كميه الزود. هجيب بقى غطا واغطيها. دي يعتبر طيبه من كل ناحيه، دي بس اللي فيها سنه لسه اهي.
وش اللبن ده هيجيب لك الايه الحبه اللي هي لسه مش مستويه. هاتيلي الغطا يا لولو. انا عاوزه بس اغطي الفواله. هاتيلي غطا الفواله بس الاول. هنغطي الصغير ده عشان هو استوى هنطلعه. غطا الفواله. شوفي في الفواله دي كده غطا غنون كده غنون خالص. في واحد تاني من غير دي هتسيح. هطفي واجيب الغطا. ده بقى كان الغدا بتاعنا النهارده. اللهم صل على سيدنا محمد. هنغطوه طبعا. شوفوا بقى انتوا هتاكلوا ولا تاكلوه، ولو اتبقى منكم واحده ولا حاجه غطوه حطوه في الفرن هيفضل ساخن لحد اللي عنده عيل جاي من مدرسه جاي من درس جاي من حاجه كده. ده بقى غدانا كده النهارده. نكمل بقى الروتين بتاعنا مع بعض. نروح لطيورنا نروح للحيوانات وبعدين نروح لطيورنا.